بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا اليوم نتأمل أحد عجائب الخلق. سبحان الله، الله تبارك وتعالى دائما يخلق مخلوقات غريبة جدا لتدل على قدرته في هذا الكون، ولتؤكد لأولئك الملحدين أن هذا الخلق لم يأتي عن طريق المصادفة أو التطور العشوائي المزعوم، إنما هناك خالق للكون. الله تبارك وتعالى يقول: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الحقيقة المثال الذي سنتناوله اليوم غريب جدا، وهو يمثل مخلوق كبير جدا ولكن يتغذى على مخلوق صغير جدا. انظروا إلى هذا التناقض، سبحان الله. إنه آكل النمل. هذا المخلوق الذي يبلغ طوله تقريبا 2.5 متر، ويعني له تصميم عجيب، يعني سطحه الخارجي مصمم بطريقة غريبة جدا ومناسبة لتناول هذا النمل. طبعا يقول الباحثون إن هذا المخلوق له لسان غريب جدا جدا، من أغرب الألسنة في عالم المخلوقات. هذا اللسان مغطى بالأشواك، وله تصميم يستطيع أن يدخل في أعشاش النمل ويلتقط بحدود 30,000 نملة في اليوم، سبحان الله. لذلك لابد أن يتميز بسرعة هائلة. انظروا معي كيف أن هذا اللسان يمتد ويخرج بحدود 150 مرة في الدقيقة. يعني تصوروا أن هذا المخلوق آكل النمل يخرج لسانه ويصطاد النمل ويدخله 150 مرة في الدقيقة، يعني كل ثانية بحدود 2.5 سبحان الله. فهو سريع جدا جدا، يعني الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الميزة، ولولاها لما وجد أصلا على الأرض، لانقرض منذ مدة طويلة جدا. كما أن هذا المخلوق يتميز أنه لا يأكل كل النمل، بل يترك النمل يتكاثر، يعني يأخذ القليل من النمل ثم يذهب، وبعد أن يتكاثر النمل يأتي في اليوم الثاني ويأخذ القليل. يعني هو مثال للقناعة، ليس طماعا هذا المخلوق، سبحان الله. كذلك يقول الباحثون إن هذا المخلوق يستخدم ذيله للدفاع عن نفسه، ويحمل ابنه فوق ظهره، سبحان الله. لديه عاطفة غريبة جدا، وهو مخلوق اجتماعي أيضا. دائما نتساءل: من الذي علم هذا المخلوق هذه التقنية الهائلة؟ انظروا إلى هذا اللسان المدبب والمصمم بطريقة فريدة ليستطيع أن يدخل داخل أعشاش النمل وداخل هذه الممرات الضيقة. يعني شيء غريب جدا، لا يمكن لإنسان عاقل أن يقول إن هذا المخلوق جاء نتيجة مصادفة عمياء. كيف تمكنت الطبيعة من تصميم هذا اللسان بهذه الطريقة، وكيف اكتسب هذه السرعة الهائلة في مد لسانه، إخراجه وإدخاله، سرعة رهيبة جدا. يعني كل ذلك يدعونا لأن نقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق العلمية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.